اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. يا وبسم الله نعلو الشيطان، يا ونعلو الشيطان واخزواه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في نهار جديد وفيديو جديد اللي كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. الفيديو ديال اليوم عبارة عن شقة في مدينة سلا، بالضبط في حي بطانة. الشقة كتواجد في الطابق الرابع. شقة تبارك الله كبيرة مهوية، كدا 80 متر كاري، يعني فوق 80 متر كاري، ما عقلتش بالضبط شحال. بالنسبة للشقة فيها جوج ديال البيوت، صالون، سيجور تبارك الله وسط الدار كبيرة، وكوزينة وحمام. وكاين واحد حمام اخر اللي موالين الدار حيدوه وعملوا بلاصتو بحال مخيزن. هذه الغرفة الأولى. الغرف بجوج فيهم بلاكارات في الحيط ومشمشين وضاويين، الشقة ضاوية ومشمشة تبارك الله. هذه الغرفة الثانية. تبارك الله الغرف كبارين. كنعتذر على التصوير، انا توصلت بالفيديو كما هو. هنا كاين الصالون كما كتشوفوا، فيه الكواتريات، فيه طبيله في الوسط، وكاين تما واحد البالكون. وهنا السيجور، يعني وسط الدار ديالها كبيره تبارك الله. وكاين هنا واحد الكولوار اللي كيدينا للحمام، وداك الحمام اللي قلت لكم مولات الدار عملاتو بحال مخيزن. هذا هو الحمام بالبانيو متسع ومهوي. وهذا هو المخيزن اللي كان طواليت، ومولاتو حيداتها وعملاتو مخيزن. وحتى في هذا الكولوار هذا كاين واحد الموطع اللي هو هذا كيبان لكم، اللي يقدر بنادم يعمل فيه بلاكار في الحيط اولا فيترين اولا اللي بغا. المهم تبارك الله الدار مشمشه ومهويه. ودابا غنمشيو للسطح. كما سبق قلت لكم، الشقه في الطابق الرابع في بطانه، قريبه من الترامواي. وهذا هو السطح ديال العماره. وهذه هي الإطلالة، الشارع اللي جات فيه الشقة. بالضبط الشقة حدا كارفور ديال بطانة، يعني قريبة بزاف الترام، في موقع حيوي. غنخلي لكم الرقم ديال صاحبة الشقة اللي بغاه يتواصل معها، في حفظ الله ورعايته.